سلام حبوبات قلبي، مرحبا بكم في مطبخي الصغير. اليوم نحضر معاكم كريات السكالوب مع البطاطا وصلصة الفرماج. يلا نبداو على بركة الله. ما تنساوش حبوباتي اللايك والاشتراك وتشجيع القناة باش يوصلكم كل جديد. هيا نبداو مع بعض المقادير. بسم الله. عندي نصف صدر تاع سكالوب راني قطعته هكا. نديرو الملح، نديرو لي زيبيس، نديرو زنجبيل حوالي مغرفة زنجبيل، نديرو توابل شاورما حوالي مغرفة ثاني صغيرة، نديرو راس الحانوت، يعني التوابل اللي عندكم في الدار ديروهم. فلفل كحل حوالي ثاني مغرفة صغيرة، ونديرو فلفل الاحمر حار ولا حلو كيما حبيتو نتوما، نديرو على هكذا. نزيدو الثوم، 2 سنينات تاع الثوم. كيما نعرفوا السكالوب تاعنا يحب بزاف الثوم، نديرو حوالي 2 سنينات. نزيدو 10 قارص هكذا، نزيدو حوالي مغرفة زيت ونحركوهم نخلطوهم مع بعضهم. اللي بغات ديرها بليله من قبل تحطها في الثلاجه، اللي بغات تحضرها وطيبها ثمثم نديروهم هكا ونغطي ونخليوهم حوالي ساعه. نجيبو بابي الومنيوم هذا نغطيوها ونخليوها في الثلاجه حوالي ساعه. هنا حبوباتي نجيبو لاشواغ تاعنا، نديرو صلصه الجبن، نديرو بطا ياغورت طبيعي، نديرو كلش على دفعه واحده. عفوا نزيدو 3 مغارف فرماج. هذا نتوما ديروا فرماج اللي عندكم، واللي بغيتو تاع المربعات هذوك بغيتو تاع البيدون. انا استعملت هذا، درت 3 مغارف. تجيبوا مغرفه موطارد صغيره، صدقوني راح تجي صلصه هايله 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 بنينه وترفقوها في كلش. نزيدوا لها شويه معدنوس، والسر البنه تاعها هو الثوم. نزيدوا الثوم، نزيدوا 3 فصوص تاع الثوم، في نفس العلبة تاع ياغورت ناتور نديروها زيت. ونخلطوا كلش مع بعضها. شوفوا هنا بعد ما خلطنا كلش مع بعض المقادير وكل مع بعض، شوف كيف يجي القوام تاعها. صدقوني الله الصوص بنينه بنينه بنينه، انا ما نستغناش عليها اكل. نزيدوا لها لمسه اخيره، عصره تاع قارص ولا خل اللي حبيتوه نتوما. نزيدوا نخلطوه. شوفوا هنا بعد ما خلطناها، شوفوا القوام تاعها كيف يجي بنينه بنينه بنينه، صدقوني بنينه روعه. ها خير من المايونيز. ها
بعد ما خلصناها نجيو نديروها في الثلاجة. شوفوا كيفاه تجي. هنا نجيو للسكالوب تاعنا نديرو مغرفة تاع زبدة. بعد ما خليناه ارتاح ساعة كاملة نزيدو حوالي مغرفة زيت. شوفوا نجيبو السكالوب تاعنا ونفرغوه. خليوه يطيب ونولي لكم. شوفوا هنا بعد ما طاب السكالوب تاعنا نفرغوه في الاشواط نمكسيوه. نمكسيوه ونولي له. ها هو بعد ما مكسيناه شوفوا كيفاه يجي. نجيبو دوكا البطاطا تاعنا. هنا انا جبنا البطاطا تاعنا درت 2 حبات بطاطا كبار شويه، غليتهم في الماء ودرت لهم شويه ملح. نضيفوا لها دوكا نضيفوا لها شويه معدنوس ونزيدو مغرفه جبن ونجيبو هنايا سكالوب تاعنا. نبدلوه، لازم نجيبو ريسيبيون يكون كبير. خلطوهم الكل مع بعضهم. نتوما هنايا ذوقوا الملح، اذا جا مسوس زيدولو. البطاطا تاعنا مرستها غير بالفرشيطه، ما درتهاش في الميكسور الاشواط تاعنا. ها نخلطوا كلش مع بعضهم. نخلطوا كلش مع بعضه ونولي لكم. ها هو بعد ما خلطنا كلش مع بعضه هنايا ذوقوا الملح، اذا لقيتوه ناقص زيدوا. لي زيبيس تاني اذا لقيتوهم ناقصين زيدوا كيما تحبوا نتوما. هنايا دوكا نجيب البيض تاعي ولا شابلور والفارينه. هنا انا لداخل مانيش ندير ما درتلوش البيض، نديرهم بلا بيض وما يتفتحوش معايا في المقله. انا شوفوا نبداو نشكلوهم كريات هكذا. انا ما نوزنهمش، عيني ميزاني. ها شكلهم كريات هكذا. الاشكال كيما حبيتو نتوما، بغيتوهم كريات، بغيتوهم حرابش، بغيتوهم ديريهم في المول تاع ليزيز كيمو هذاك، كيما حبيتو نتوما. ها نشكلوهم هكذا كريات ومن بعد نرمضهم في البيض ومن بعد في الفارينه ومن بعد في لاشابلور. لاشابلور نكرر لها 2 مرات، نكرر فيها باش تجينا القرمشه هذيك مليحه بنينه. نكمل بهذه الطريقه ونولي لكم. هنا ها بعد ما شكلتهم هادو شكلتهم على شكل فرماجات، نديروهم في البيض هكذا ومن بعد نديرهم في الفارينه. ها هادو على شكل كريات. ها نكمل بهذه الطريقه ونولي لكم.
شوفوا هنا كي ديروهم بهذه الطريقه وتسكروا عليهم هكا وتحركوهم ليكم احسن، ليكم خير وخير. ها ما تعبكم ما والو. ها شوف كيف يجيو. ها شفتوا كيفاه جاو. ها الشكل تاعهم يقعد هو ها ها هنا بعد ما درناهم في الفارينه دوك نجيبوا لا شابلور تاعنا. هنا بعد ما جبنا لا شابلور تاعنا ثاني نفس الطريقه. ها نديروهم هنا ونديروهم هنا. ها نديروهم هنا ونديروهم هنا. وانا في لا شابلور نديرهم زوج مرات باش تجيني القرمشه هذيك. ها هكذا ثاني كيما راهم نسكروا عليهم ونخلطوهم ما شاء الله. ها تجيني اسهل واسهل. ها نكملوا بهذه الطريقه ونولي لكم. هاني رجعت لكم بعد ما شكلتهم. هذو شكلتهم شكل فرماجات وهذو مدورين. دوكا نقليوهم. شوفوا نجيبوا المقله تاعنا. انا كنت حطيت مقله تاعي تحمى نديروهم. ها من يتحلوا ما والو. ها 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 ما تحلوش. نكملوا نقليهم ونوليو في صحن التقديم ان شاء الله. نوليو نوري لكم كيف نزينوهم ثاني. ها هو بعد ما قليناهم كنا وجدنا صينيه ودرنا لها الكاط هذا باش يشربوا لنا الزيت اللي فيهم. ها شوفوا ما تحلوا ما والو. ها جاو مقرمشين هايلين. ها دوكا نخليوهم يبردوا. ها هو حبوبات قلبي بعد ما زيناهم وكملناهم ودرنا لهم لاصوص هذيك اللي درناها من تحت درت الهريسه وزدت لاصوص هذيك اللي درهم كيفاه جاو بعد ما زينتهم وخلصتهم حبوباتي. هكذا وصلنا للنهايه. نتمنى تعجبكم الوصفه وما تنسوش اللايك والتشجيع للقناه. نشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله.